رسميا خلاص النادي الاهلي بيعتذر عن المشاركه في البطوله العربيه اللي كانت هتقام في السعوديه، وان النادي الاهلي كان فعلا مقرر ان هو يشارك في البطوله العربيه، ولكن بسبب ضغط المباريات الاهلي بيعتذر عن المشاركه في البطوله العربيه ويكتفي بالمشاركه بس في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري المصري وفي كاس مصر وفي السوبر. ان شاء الله طبعا احنا عارفين ان الاهلي عنده ماتش مهم جدا ان شاء الله يوم السبت مع كوت الكاميرون في دوري ابطال افريقيا، وبسبب اجهاد اللعيبه وبسبب الاصابات الكتيره جدا اللي في النادي الاهلي، وكولر مدرب الاهلي اصر على ان بسبب ضغط المباريات كتير جدا مما ادى الى اصابه اللعيبه، وادى كمان الى قله تدريب اللعيبه بسبب ان كل يوم لازم يتدربوا صباحا ومساء، وبسبب ضغط المباريات مش قادرين يتدربوا صباحا ومساء. وكولر اصر على ان موقف البطوله العربيه مش مهم جدا للنادي الاهلي، عشان كده الاداره اتخذت القرار ان هم لازم ينسحبوا من المشاركه في البطوله العربيه، والفعل تم اصدار القرار النهارده والاهلي بره البطوله العربيه. اخواتي الزملكاويه مبسوطين جدا طبعا عشان الاهلي مش مشارك في البطوله العربيه دلوقتي. البطوله العربيه هم بيقولوا ان احنا ان شاء الله هناخدها. انا الاول اتمنى لكم كل الدعم طبعا، اتمنى لكم ان انتوا ان شاء الله تاخدوها كل الدعم، بس اهم من البطوله العربيه اللي لازم تاخدوا بالكم منها هي الماتش الجاي في دوري ابطال افريقيا، لان انتوا موقفكم بقى صعب زي الاهلي بالظبط في دوري ابطال افريقيا. فانا اتمنى من الزمالك اولا انها تشوف الاول بطوله دوري ابطال افريقيا وبعد كده تشوف البطوله العربيه او غيرها. وفي الاخير يا صديقي عوده مرتضى منصور طبعا، الزملكاويه كلهم بيقولوا ان مرتضى منصور هيرجع تاني رئاسه نادي الزمالك، وعلى حسب التقريرات والتصريحات اللي طلعت من مجلس اداره نادي الزمالك فلحد دلوقتي مرتضى منصور لسه ما زال في مجلس اداره نادي الزمالك، ولم يتم شطب عضويته او عزله زي ما قال وزير الشباب والرياضه، وطلع قرار بان مرتضى منصور خلاص تم عزله. ولكن مجلس اداره نادي الزمالك اعترض على الموقف ده وقال ان مفيش اي شطب هيحصل للمستشار مرتضى منصور، وهيرجع تاني بعد فتره السجن بتاعته هيرجع لرئاسه نادي الزمالك. ومجلس اداره نادي الزمالك واحمد مرتضى منصور طالعين النهارده طبعا في مجله الزمالك بيقولوا ان الزمالك بقى مستقر جدا ومفيش اي حاجه فيه والاوضاع جيده. وانا اتمنى طبعا كل الدعم لاخواتي الزملكاويه، وان شاء الله ربنا معانا في دوري ابطال افريقيا سواء كان للاهلي او الزمالك. السلام عليكم.